لو انت من سكان العاشر من رمضان وما جبتش مجموع في الشهادة الإعدادية، تقدر دلوقتي تقدم في مدرسة تتعلم فيها حرفة، وكمان تاخد فلوس وانت بتتعلم، وكمان يوفر لك فرصة عمل بعد ما تتخرج. المدرسة دي اسمها الأكاديمية التكنولوجية المتقدمة بمجمع تبارك الصناعي في المجاورة 45. كل اللي عليك ان انت هتاخد شهادتك وتروح تقدم فيها، وهم هيقولوا لك كل التفاصيل. العب احنا المدرسة. عندنا هنا مدرسة تلمذة صناعية بتدي دبلوم صنايع تبع وزارة الصناعة، تبع مصلحة الكفاءة الإنتاجية. السنة دي بفضل الله خرجنا أول دفعة، أول دبلوم عندنا خرج 55 طالب، منهم لغاية دلوقتي اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها 30 واحد بيشتغلوا فعلا في المجمع، ولسه بنشوف ال 25 الآخرين اللي ما اشتغلوش دولت إيه الأسباب عدم الشغل. وكمان هنعمل حفلة للمتفوقين فيهم ونكرمهم يعني تكريم كويس جدا. المدرسه دي بدات من 3 سنين، احنا عاملينها عشان نطلع اسره، نجيب خريجي اعداديه. اللي بيخش عندنا لازم يكون معاه شهاده الاعداديه، سنه ما يزيدش عن 18 بمجموع سنه. معين؟ مش شرط المجموع قوي على قد ما هو شرط يجتاز الاختبارات. احنا عندنا هنا 5 تخصصات دلوقتي، وبصدد ان احنا نعمل تخصصين تانيين. احنا تخصصات ايه بقى؟ عندنا كهرباء صناعيه، وعندنا CNC، وعندنا حاسب آلي، وعندنا بلاستيك نفخ وحق، وعندنا لحام وصال. ان شاء الله ناويين نعمل السنه الجايه برمجه، وده تبقى حاجه كبيره خاصه دي بالتعاون مع وزاره القوى العامله في امريكا. يعني ندي شهاده الطالب بتاعنا يقدر يروح يكمل في امريكا كمان. بس ان شاء الله احنا بنجهز لها، ده حاجه متخصصه شويتين يعني. وكمان هنشتغل على الجديد في الالكترونيات. يعني انا من قسم الالكترونيات، احدث حاجه في الالكترونيات ايه هنعمله ان شاء الله دولة السنه الجايه. دماغنا فيها ان احنا نشتغل كده. بندور في المدرسه، احنا مدرسه عندنا احدث اجهزه هنا. عندنا احنا جايبين للطلبه، عندنا في المدرسه بتاعتنا احنا جايبين مخرطه وفريزه ومكاب عشان يتفرج على الجزء ده قبل ما يروح يتفرج عليه CNC. بدل ما يشوفه هو بالكمبيوتر يطبق بايده. يعني لازم الطالب عندنا يجي يجيب شغلانه يربطها على المنجله ويشتغل بالمبرد ويشوف هو بيعمل ايه، يشوف الحته ديت التست ده اتعمل ازاي، او الشغلانه دي اتعملت ازاي بايده. بعد كده بيروح يشوفها في المصنع. كذلك الكهرباء الصناعيه بندربه على الدوائر البسيطه خالص بتاعت البيوت اللي احنا بنسميها كهرباء سيرسيون، وبعد كده بندخله شويه شويه على الموتور، شويه شويه يخش على المصانع على المكن ويشوف الكهرباء الصناعيه. انما بنبدا له من الصفر، من فيشه يركبها، مفتاح يركبه، لمبه يركبها كده، يفهم ديت الاول، وبعد كده بنوديه الى مكنه. بتوع الحاسب الآلي بيتدربوا على أحدث برامج في الحاسب الآلي، وعندنا ناس متفوقين حقيقي يعني الحاسب الآلي أعتقد في 5 شغالين دلوقتي في المصانع عندنا من اللي اتخرجوا السنة دي. تمام. كذلك احنا عندنا بنقول تتخرج تشتغل. احنا هدفنا ان احنا اي طالب هيجي عندنا لازم يتخرج يشتغل. اذا ما كملش بره، او لو عايز يكمل بره وهو بيشتغل بره، يروح جميع الجامعات الخاصه والحكوميه بتقبلهم زيهم زي دبلوم صنايع، ما في مشكله خالص. هي تابعة لوزارة التربية والتعليم؟ لا، تابعه لوزاره الصناعه ومصلحه الكفاءه الانتاجيه. هم عاملين بروتوكول من سنه 64 مع وزاره التربيه والتعليم. هو بياخد دبلوم صناعي اسمه تربيه صناعيه، بس هو زي دبلوم الصناعي، يروح اي جامعات اي كليات بتقبلهم، وهو بيروح يقدم زي اي حاجه. طيب احنا هنبدأ سنة جديدة، وانتوا دلوقتي يعني ممكن تعرفني انا لو طالب خريج اعدادي وعايز يجي المدرسة بتاعتكم يعمل ايه؟ بيقدم على النت، لنا على الفيسبوك، لنا موقع بيخش يقدم عليه. اسمها ايه؟ اسمها كونسلتنج التكنولوجيا المتقدمه. تمام. دي بيقدم في جوجل فورم كده، بيملى الفورم ده بيجي لنا، او بيجي بنفسه على المجمع في المجاوره 45 خلف مصر النور، مجمع تبارك الصناعي. احنا يوميا من الساعه 9 الصبح للساعه 3 موجودين. كمان هو لازم يجتاز الاختبارات، اهم من المجموع يجتاز الاختبارات، سواء الاختبارات الفنيه او الاختبارات الطبيه. يعني لازم يجتاز اختبارين مهمين جدا، اختبار فني في الصناعه اللي هو جاي يشتغل فيها، واختبار اخر اللي هو الطبي. الاختبار الفني عبارة عن ايه؟
بيسالوه في الشغل اللي هو يشتغل لو عنده خبره ما عندوش وعنده قابليه بناخده برضك ندربه، الهدف ان احنا ندربه. انما في ناس بيبقوا جايين عندهم رغبه ان هو يشتغل. 55 طالب كل سنة؟ مش شرط، لا انا ليا ان انا اخد 80 او 100 طالب كل سنه، انما احنا بنختار. بدأتوا دلوقتي الاختبارات بتاعت السنة الجديدة؟ بدأنا لسه، يعني هنبدأ اهو خلاص الأسبوع الجاي إن شاء الله هنبدأ الاختبارات. هنبدأ التقديم مش الاختبارات، يعني في ناس قدمت في الويتنج ليست كده. انما يبدأ التقديم الأسبوع الجاي، الاختبارات بتبقى في شهر 9. يعني لو حد عايز يجي يقدم يبدأ يجي من دلوقتي. طب ايه المطلوب مثلا؟ هيجيب شهادة الإعدادية، وما هيجي هو أهم حاجة معاه شهادة الإعدادية، بس إنه ما يزيدش عن 18 سنة، خريج السنة دي. هو خريج إعدادي عادي أو إعدادي أزهري أو تجريبي أو خاص. ويجي يقدم وخلال الفترة برضو بتاعت التدريب ده بيحصل على مرتب من الشركة؟ بيحصل على مكافآت، ولو هو كويس بيشغلوه. يعني أنا عندي ناس من سنة أولى بيشتغلوا في المصانع وبياخدوا مرتبات كويسة. في ناس شغالة دلوقتي، يعني احنا دلوقتي في فترة الصيف هم شغالين في المصانع خلاص، بقوا متأمدين على المصانع خلاص. تمام.